تحياتي لكم أينما كنتم مشاهدينا في كل مكان، وأهلا بكم في فيديو جديد. وقد هز اختفاء الطالبة في ظروف غامضة حي الزيادية الهادئ، والذي تقتنعه غالبية من الطبقة المتوسطة في مدينة قسطنطينية الجزائرية. فمروة أبو غشيش تلميذة تبلغ من العمر 13 عاما، تسكن أحد منازل هذا الحي مع أسرتها، وتخرج كل يوم مع زميلتها ويذهبن إلى متوسط ال11 من ديسمبر، حيث يتلقيان تعليمهن. إلا أن مروة خرجت قبل يومين متوجهة إلى المدرسة لأداء آخر امتحان لها، ويفترض أن تعود بعد انتهاء الامتحان، لكنها لم تعد واختفت دون أثر. وبينما لا يزال مكان تواجدها مجهولا، انتشرت روايات عديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، منها من يرجح تعرضها للاختطاف، بينما يميل بعضهم الآخر إلى الاعتقاد باختفائها طواعيا. وبدأت القصة حين غادرت مروة وزميلتان لها المدرسة في حدود الساعة 9:30 صباحا، وسرن معا باتجاه المنزل قبل أن يفترقان، على أمل أن يجتمعان بعد ساعات لتناول الغداء خارجا احتفاء بانتهاء الامتحانات. وعند ظهر اليوم ذاته توجهت زميلات مروة إلى منزلها لاستدعائها من أجل الخروج معهن، ولكنهن صدمن برد فعل أسرتها إذا أخبرهن بأن ابنتهم لم تعد من المدرسة. ومن هنا بدأت رحلة البحث عنها، حيث انتشر خبر اختفاء مروة في الحي، وبادر الأهالي فورا بالبحث عنها في أرجاء المنطقة، وأطلقوا حملة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، مناشدين الحكومة بالتدخل سريعا والتواصل إلى مكان الفتاة، كما طلبوا الجميع بإعلام الشرطة عن أي خبر عنها. وبكده نكون وصلنا بحضراتكم لنهاية الفيديو.